انا عايزة كل واحد طبق ملوخية. ها استنى ادوق قدامهم. تعالى من الناحيه دي اصورك وانت بتدوق. استنى اجيبك، استنى هتشيلي الفوطه اللي جنبك هناك الوحشه دي. يلا انا مش هعمل فيديو عشان يلا. سخنة أوي. تحفة. يلا قول لهم عملنا لايك. طيب وسيبلور. الف بقى الكاميرا. هتلف فيها. مش لازم بقى، مش لازم عادي. هقفل بقى على كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ناس كتير قوي دخلت طلبت مني ان انا اعمل الاكل اللي احنا بنعمل عليه تحديات او بنصور بيه. اعمل الطريقه يعني او اعمل الوصفه. انا كنت بعمل كده في اول الفيديوهات، بس يعني كان في شويه بقى ظروف وكده، فما كنت بعمل اكل ونقعد ناكل، يعني ناكل بيه على طول وكده. يلا تعالوا نشوف النهارده هنعمل فراخ محشيه، نشوف طريقه الرز وطريقه الفراخ والتتبيله بتاعتها. كل ده انا حبيت بس اعمل لكم دلوقتي المقدمه، وكل حاجه بقى هنشوفها مع بعض خطوه بخطوه. يلا تعالوا معايا. هنا بقى انا رجعت لكم بقى هنا واحنا بنشوف بقى التتبيله. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا هنا التتبيله ديت نفس التتبيله اللي انا بعملها لاي فراخ. يعني هسلقها، هشويها، اي نوع فراخ. بحط جزر وبصل وطماطم وكل بقى التوابل بتاعتي. انا قايله لكم على فكره في الفيديو بتاع التحدي انا حاطه توابل ايه. بحط بقى جميع التوابل بتاعتك اللي انت عايزه تحطيها، وتحطي شويه قرفه وشويه زعفران علشان ما يبقاش فيه زفاره او حاجه. بصوا التتبيله بقى بتقع من الفرخه ازاي، بس بجد بجد انتوا اكيد شفتوا الفيديو، والله العظيم كان طعمها تحفه تحفه تحفه. جربوا الوصفه دي وجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. زي ما قلت لكم كده، جربوا بس الوصفه ديت هتعجبكم ان شاء الله. هنا بقى انا هبدا اعمل الرز. انا كده صفيتهم بس من التتبيله واحطهم كده على الصينيه اللي انا هحشي عليها. وهبدا بقى هنبدا بقى نعمل مع بعض الرز. طبعا الرز انا بغسله وبحط بس سمنه او زيت مع بعض، يعني بحط شويه معلقتين ومعلقتين، وبحط بقى كده الرز. انا من الطبيعي ان انا بعمله ببصل وبشوحه بطريقه اللي هو رز الحمام. بس انا علشان هنا متبله الفراخ بالبصل والتتبيله ديت، فبصراحه ما رضيتش احط، لان الولاد ممكن ما يحبوهوش. انا بعمله كده لباباهم لما ببقى جاي بعمله كده، يعني بعمل الرز وبعمل كمان الفريك بالبصل بقى وبشوح بقى. طبعا كلكم عارفين الطريقه دي، وهبقى اعملها معاكم برضو في مره ان شاء الله. بس بقى ما حبيتش ان انا ازود لهم بصل في الرز، واحط لهم بصل برضو كانت في التتبيله بتاعه الفراخ والكلام ده، لان الولاد عندي زي ما انتم بتبقوا شايفينهم والله في الفيديوهات كده، يعني انفين قوي في الاكل وبيبقوا مغلبيني في الاكل وكده. هم عايزين اكلات معينه كده ياكلوها. هنا معلش بقى التصوير هيبقى كده، لان والله بجد الرنج عندي يعني تعبني شويه لانه اتكسر، فربنا يسهل ان شاء الله. الله المستعان. هجيب رنج وهنظبط مع بعض كل حاجه باذن الله. هنا كده انا بشوح بقى الرز، هحط عليه ملح، هحط عليه شويه فلفل اسمر، وهحط عليه واحده ماجي. يعني كل دوت انا هحطه على الرز، وهقلب بقى كده وهشوحه. وطبعا ببقى مغليه الميه ليه ان هو يتعمل معايا على طول. طبعا هنا بسويه 3/4 سوا للفراخ، وبعد كده بحطه على النار، ازود له شويه ميه صغيرين، اكمله بقى اكمله السوا بتاعه، لان انا كنت مزوده الرز شويه علشان احنا هناكله
مع حشوة الفراخ مع الرز ده. يعني ما كنتش عاملة حاجة جنبه علشان الولاد ياكلوا الحاجة اللي هحطها لهم. يعني انا ولادي لما مثلا بعمل نوعين اكل او نوعين مثلا طبيخ ما بقوش عارفين ياكلوا. يا ماما طب احنا هناكل ايه؟ هناكل ده ولا هناكل ده؟ فهم بيحبوا نوع واحد بس يبقى قدامهم. يعني مثلا بسلة، فاصوليا، ملوخية، يعني يبقوا عايزين حاجة واحدة جنب الحاجة. يعني حتى انتوا لو تلاحظوا لما بعمل محشي اغلبية الوقت ما بعملش جنبه غير هو المحشي والفراخ وشوربة بس. بس فين وفين لما مثلا اروح عاملة شوية ملوخية، علشان انس لما بيشوف الملوخية بجد بينسى اي حاجة تانية قدامه. يعني انس واخواته، بس انس جنب المحشي ممكن ما ياكلش محشي بس يقعد ياكل ملوخيه بس، لكن اخواته عادي ممكن ياكلوا المحشي وبعدين بقى يبقوا ياكلوا ملوخيه، مفيش مشكله. فانا هنا ما كنتش مكتره في الوصف في الانواع والكلام ده، على بحيث ان هم ياكلوا الفرخه اللي هحطها لهم. يعني هنا بقى انا هنزل عليه بقى بالميه المغليه، غلي له بقى الميه اهو. هنزل بقى كده بالميه، مقدار الميه طبعا مش هنزود الميه، مش هنغطيه قوي، مش هنغطي الرز بتاعنا، او يعني الرز يبقى باين، فاهميني؟ علشان احنا عايزينه 3/4 سوا. معلش ان هي هنا والله مش باينه عشان زي ما قلت لكم كده. ف اللي بقى محطش لايك لغايه دلوقتي يحط لي لايك ويدعمني ويشير لي بقى فيديوهاتي، وفرحوا قلبي بقى كده بكومنتاتكم، وفرحوا قلبي كده ان انتوا توصلوني ان شاء الله قبل العيد ل1000 مشترك. بجد انا نفسي احقق بس شرط واحد من شروط القناه. انا الناحيه التانية هنا بقول لكم بقى ان الحله ديت حاطه فيها هعمل فيها الفراخ، هسلق فيها الفراخ. تعالوا بقى هنا كده هنحشي بقى الفراخ مع بعض. وبصوا بقى انا بحشي تحت الجلد بجد والله العظيم. انا كنت حشيها تحت الجلد بس انا نسيت خالص ان انا كنت مولعه عليها، وخرجت بقى سرحت بره في الصاله. يعني سرحت بره، وقفت بقى روقت وكنت بغسل زي ما انتوا هتشوفوا. كنت بغسل، شلت الغسيل ومن الغساله ودخلت ان انا المفروض هنشر. فانا ببقى اول ما بتغلي غلوه الفراخ بوطي عليها بقى خالص واسيبها براحتها. انا نسيت ان انا سايباها على النار. فالحشو اللي انا كنت حطيتها تحت الجلد ده الحته بس بتاعت الصدر السبعه دي، الحته السبعه بتاعت الفراخ دي هي بس دي اللي الجلده اتشالت، لكن كان كلها فيها رز وكانت جميله. هنا بقى انا بزود شويه فلفل اسمر تاني. بصوا جربوا بجد الفلفل الرز الابيض للفراخ المحشيه بالرز ابيض بفلفل اسمر، وبعد ما تنزليه من على النار وتحطيه في طبق ان انت هتحشي، حطي مكعب زبده، او لو عندك سمن بلدي حطي معلقه او حطي مكعب زبده. هتشوف الفرق وهتشوف الطعم هيختلف معاك ازاي جوه الفرخه، والحشو بتاعها هيبقى عامل ازاي. هنا بقى انا حطيت زي ما انا قلت لكم كده المكعب الزبده والفلفل الاسمر. هبدا بقى ان انا احشي الفراخ بتاعتي من جوه وتحت الجلد، وهنحشي الزور زي زي الحماميه بالظبط. معلش انا هنا بقلبت هنا كتير. الريحه بجد بقول لكم هنا الريحه حلوه قوي، الزبده مع الفلفل الاسمر حلوه قوي، كانت حلوه قوي بجد. هنا انا قلبت كتير بس على اساس ان انا يعني اسيح الزبده جوه الرز وكله ياخد من الزبده. هنا بقى انا كده هبدا احشي الفرخه. بحاول والله هظبط لكم على قد ما اقدر التصوير علشان بس يعني انا والله انا سائله على كذا حاجه علشان التصوير، بس ان شاء الله يعني اللي انا سائله عليه هيجيبهم لي وربنا يسهلها ان شاء الله. لان انا جبت رنج وطلع مش حلو خالص وما كملش والله معايا شهرين، وبجد يعني عارفين اتفصص زي ما بيقولوا، بقى كل حته في ناحيه. بس انا والله كده مربطاه وعاملاه على اساس ان انا اكمل بيه بس لحد ما انا عايزه اجيب حاجه كويسه. يعني مش عايزه يضحك عليا بقى تاني زي ما ضحك عليا في المره الاولانيه. انا اول ما بدات القناه جبت الرنج وظبطت الحاجه والاضاءه والكلام ده كله، بس يعني الله يسامحه بقى اللي هو اللي باعهولي يعني الله يسامحه. هنا بقى بصوا انا بحشي كده تحت الجلد، بحط بقى كده ما بين الوراك وما بين الجلد بحط رز
لان بجد هنا كده خلصتهم، لان بجد الجلد مع الرز لما بتحمره بيبقى ليهم طعم تاني خالص. وهنا بقى حشيت الزور برضو. معلش التقطيع دوت نبيل بس كان بيظبط لي المونتاج. بصوا بقى هنا كده انا حاطه في الشوربه هنا، حاطه قرن فلفل حراق، وحاطه بصل، وحاطه جزر، وحاطه ورق لورا وحبهان وفص مستكه صغير. اللهم صل على النبي. وحاطه بقى شويه ملح. التوابل بتاعتي ديت للشوربه. انا هنا ماسكه الفرخه ليه من عند الزور علشان اقفل المسام بتاعه الجلد بتاعه الزور، علشان الرز ما يطلعش بره، فاهمني؟ بفضل ماسكه كده شويه واروح مسقطه الفرخه في الحله. خلاص بقى كده. هنا بقى هلم شويه المواعين دول. انا زي ما انتوا اللي متابعيني من اول ما فتحت القناه، انا ما بحبش يبقى فيه حواليا مواعين او معلقه مش نظيفه. بخلص الاكل، بخرج من المطبخ، خلاص انا خلصت الاكل خلص، يبقى المواعين ما فيش اي حاجه حواليا، الحوض نظيف، ما فيش معلقه مش نظيفه، الترابيزه نظيفه، البوتاجاز بتاعي نظيف. ما بحسش بجد ان انا عملت اكل. فانت لو عملتي نفس اللي انا بقول عليه دوت، ان انت تغسلي اول باول، معلقه طبق يتوسخ حواليكي، بجد مش هتحسي ان انت عملتي اكل، مش هتحسي ان انت وقفتي في مطبخ، مش هتبقي متضايقه ان انت عايزه تقومي تعملي اكل لولادك وتعملي يعني الحاجات بتاعتك في مطبخك في حاجتك. مش هتحسي بجد بكل ده لما تعملي حاجتك اول باول، مش هتحسي باي تعب. بصوا خلصنا خلاص اهو. عشان انا اصلا بلم الحاجه اول باول، وبعدين قبل ما بقى اعمل الاكل بتاعي، او مثلا غدايا او فطاري او عشاء او اي حاجه، بخلي الحوض بتاعي دوت زي الفل. انا ما بسيبش كوبايه مش نضيفه في الحوض. يعني انا لو مثلا شربت فنجان قهوه، شربت كوبايه شاي، ما بسيبهاش في الحوض، اقوم اغسلها واحطها في الصفايه. يعني ما بحبش كده. ما تعرفيش طبعا ايه اللي يحصل، ما تعرفش اي ظرف يحصل، اي حاجه حد يخش عليكي، فطبعا مطبخك يبقى نظيف. وطبعا احنا في صيف، فالحاجات دي كلها بتجيب حشرات، بتجيب حاجات مش حلوه. فخلي دايما مطبخك نظيف، خلي دايما حاجتك مرتبه، علشان ما تحسيش بزهق، علشان ما تحسيش بطاقه سلبيه عندك في البيت. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. بقى ان شاء الله عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير. انا هنا بقول لكم بجد انا هلكت، لان انا اليوم دوت كنت تعبانه جدا، ورحت السوق وجبت طلبات، ورحت استلمت البطاقه بتاعتي. فبجد كان يوم صعب جدا، وانا بجد انا تعبانه جدا، رجليا تعباني. وامبارح رحت كشفت، فالدكتور قال لي دي املاح نقرس، ولو ما واظبتش على العلاج بتاعي كده هيجيلي الشغل العظميه اللي هي بتبقى في كعب الرجل. فالحمد لله رب العالمين. هنا بقى كده احنا حطينا الملوخيه. طبعا بحط مقدار شوربه صغيره، وطبعا عندي شوربه تاني مغليه، علشان لو الملوخيه طلعت تقيله بخففها بشويه شوربه. بس انس بيحبها تقيله. انس بيحب الملوخيه تبقى تقيله، ما بيحبهاش تبقى خفيفه. تقولي لي انس انا عندي انس بيموت في الملوخيه، وليه مزاج كده في الاكل بتاعها. لان انس بياكلها بالعيش. نبيل ممكن ما يحسش بتقلها بان هي خفيفه، لان نبيل بياكلها على الرز. فهمتوني؟ انس لو الحاجه مش مظبوطه مش هياكل منها خلاص. يعني زي ما انتوا شفتوا كده في فيديو السمك الصينيه المكاريل، طالما مش عاجبه الحاجه خلاص مش هيحطها على بقه. فبحاول ان انا اظبط لهم الحاجه، علشان بجد لما حد منهم ما بياكلش حاجه من اللي انا عاملاها، انا ببقى تعبانه جدا نفسيا ان هم ما كلوش منها. انا واقفه تعبانه، واقفه بعمل اكل، واقفه بعمل ده وده عشانهم. طبعا هنا الريم الابيض اللي على الوش ده دوت طبعا بشيله من على وش الملوخيه. خلاص بتبقى زي الفل. لو غليت معاكي غلوه كمان وطلع تاني الوش الابيض ده، فبشيلها برضو زي ما انتوا شفتوني كده من على الحرف الوش كده بكبشه، بمعلقه، باي حاجه. بشيلها برميها. الملوخيه بتاعتك بتبقى زي الفل. بصوا العرق بتاعها عامل ازاي. انس هنا كان واقف هيتجنن ويدوق الملوخيه وهي كده. انس بجد يعني
هو هتشوفوا في اخر الفيديو، هتشوفوا الحته اللي جايه ديت هو واقف بقى بيدوق، وانا بقى هو هنا اللي بيصورني على فكره. انس هنا اللي كان بقى بيصورني، قلت له يا انس انا الرينج لايت مش جايب الحله من جوه، فتعالى امسك لي انت الموبايل. فبصراحه وقف جاب تليفونه ووقف بيساعدوني بجد، ربنا يهديهم لي ويخليهم لي يا رب، واشوفهم احسن الناس، لان هم بجد بيدعموني جامد جدا في موضوع القناه بتاعي. طبعا هنا بقى انا هنا كنت بشغل الغساله، مالكوش دعوه طبعا بزرار الغساله دوت، لان ده كان وقع وما لقيتش نفس الحجم، فعملته كده، ما لقيتش نفس الحجم اللي هو اللي موجود عندي. طبعا هنا شغلت الغساله. هنا هبقى بقى هعمل ايه، هقلي 3 بتنجانات بالظبط و3 قرون فلفل، يعني انا عاملاه ليا انا، لان انتوا هتشوفوا برضو في الفيديو، انتوا شفتوا طبعا في الفيديو وهو احنا بناكل ما حدش بياكل بتنجان ولا الكلام ده، انا كنت عاملاه لان كان نفسي اكله مع الملوخيه. هنا قليت بقى البتنجان، احب بقى كده انا يعني املحه وهو لسه سخن، بغرزه بقى كده بالشوكه، بحيث ان انا لما احط التمليحه بتاع البتنجان يبقى واخد منه فيه، يعني يبقى كله شارب. بجد كان نفسي تدوق طبعا معايا الاكل ده، والله العظيم وحياة ربنا نفسي اعمل لكل حبايبي وكل متابعيني اللي هم يطلبوه، والله العظيم بجد ما كلام، ويجوا يشرفوني. وكل حبايبي اللي من العراق ومن الكويت ومن الدول العربية كلهم على راسي من فوق والله، ونفسي تيجوا واعمل لكم احلى اكل، واللي انتوا تطلبوه اعمله لكم. احنا كلنا اخوات، وكفايه دعمكم ليا، كفايه بجد كلامكم الحلو اللي زي العسل اللي انتم مشجعيني بيه، ان انا اول ما بشوف ليكم كومنت بجد وشي بيبتسم كده لوحده، ان اخواتي متابعيني وبيستنوا الفيديو. عارفين لما بلاقي حد مثلا من متابعيني اول ما بنزل الفيديو 4 دقايق 5 دقايق الاقيه داخل كده معلق لي، بحس بفرحه حلوه قوي بجد. بحس ان تعب اللي انا واقفاه دوت، وتعب التصوير والمجهود ده، بحس ان هو ما راحش على الارض. فشكرا ليكم وشكرا لدعمكم، وانتوا بجد عيله زي الفل وعيله زي العسل، وكلامكم بجد ليا بيحمسني وبيديني دافع كده ان انا اكمل كمان وكمان. هنا بقى هنعمل الطشه بتاعه الملوخيه، بتزودي كده شويه الثوم، يعني الملوخيه بتحب الثوم الكتير بس ما بتحبش الإدام كتير، يعني الإدام يعني السمنه ما بتحبش السمن الكتير في الملوخيه. ليه؟ الملوخيه بتفضل الإدام بتاعها بيفضل على وشها، فما تحطيش سمنه كتير، بس كتري شويه ثوم، وطبعا هتحطي شويه كزبره وشويه كمون. انا عمال يقول لكم حطوا لايك، انا عمال هو ايده اللي كانت عماله تيجي ويقول لكم حطوا لايك، انا هنا برضه عماله اقول لكم حطوا لايك. حطوا لي بقى لايك حلو اللي اتفرج معايا لغايه دلوقتي في الفيديو وما جراش، تسلموا لي. واللي لسه اول مره يشوفني ويشوف وصفه ليا هنا بقى بحط شويه كمون وشويه كزبره. اللي لسه اول مره يشوفني يدوس على زرار اللايك ده آسر، يدوس على زرار الجرس ويفعل كلمة الكل علشان يوصل لكم كل وصفات اللي انا بنزلها وكل الفيديوهات اللي بتنزل من عندي من على القناة، يومياتي مع اولادي. هحمر بقى هنا كده الطشة بتاعت التومة بتاعت الملوخية. هنا انا كنت بكلم نبيل كان بيقول لي على حاجة، وكان بس يعني خلاني انا بصيت له، فكانت التومه كانت تتحرق مني. انت خليها لونها الذهبي ده زي ما انتوا شايفينها كده، بصوا كده هتيجي بقى تنزليها على الملوخيه، يا سلام بقى على الريحه وعلى الجمال. بصوا بسم الله، ويا سلام بقى على الريحه. هنا بقى انا واقف يقول الله يا ماما الله يا ماما على الريحه. والله العظيم انا لو كنت سبت لكم بجد المقطع ده بصوت كنتوا هتلاقوا انس يعني صوته فرحان فرحه اكنه هياكل خروف شويه ملوخيه. هنا بقى احنا كنا خلصنا كل حاجه، حتى الفراخ كنت طلعتها وحطيتها في الفرن، دهنت وشها كده شويه سمنه زبده يعني فرن اللي انا بستعملها، وحطيتها في الفرن خدت وش.
مرضتش احط لهم بقى صلصه والكلام دوت زي ما انا بعمل في الفراخ. قلت لا ياكلوها كده يستمتعوا بطعم الرز وطعم الحاجه بتاعتها. هنا دي الشوربه وهنا الرز. طبعا هنا كملت بقى تسويه الرز. بصوا بقى الجمال، وبصوا بقى الحلاوه، وبجد بجد حاجه كده فوق الوصف. انا هنا نسيت اقول لكم، انا هنا قافله الفرخه بخلتين، جايبه الجلده على المنطقه اللي من تحت بتاعه الفرخه، وحاطه بقى الفراخ يعني ايه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انتوا طبعا عارفين الحركه دي بتتعمل ازاي. فيلا اللي شافني الفيديو لغايه دلوقتي حطوا له لايك وشير وسبسكرايب، ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون نلت رضاكم. واستنوني بقى ان شاء الله في وصفات جديده وفيديوهات جديده في يوم من يومياتي مع اولادي. بصوا بقى هنا انس بيدوق الملوخيه. انا هسيبكم بقى في الحته دي مع انس بقى، وعيشوا كده مع انس. يلا سلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.